يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا، إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. فيديو النهاردة من الفيديوهات اللي أنا نفسي كل أم تسمعها. كل أم عندها بنات، مهم قوي تسمعي الفيديو ده. هقولك أسرار كتيرة قوي في تربية البنات، محدش هيقولها لك غيري. عايزاكي تعتبريني وانتي بتتفرجي على الفيديو ده ان انا صوت بنتك الصغيرة، بنتك اللي عندها 3 سنين، بنتك اللي عندها 5 سنين، بنتك اللي في سن المراهقة، بنتك الشابة العروسة الجميلة. انا لسان بناتكم النهاردة. اتمنى الفيديو ده كل ام تسمعه، لعله ينقذ بنت، يخلق حياة جديدة بينك وبين بنتك. ومش عايزاكوا تنسوا أبدا الدعوة الحلوة ليا والإسراء ومي. ممكن تدوسي لايك دلوقتي لو فكرة الفيديو دي تهمك، لو المحتوى اللي سومة بتقدمه يهمك، وأنا هعتبر اللايك بتاعك تقدير صغير منك ليا والمجهودي، وهكون سعيدة جدا جدا باللايك بتاعك. خليني في الأول أعرفكوا على شعاري الجديد: معاكي لبيت مستقر وحياة متوازنة. معاكم سومة، لايف كوتش متخصص في العلاقات الزوجية والإرشاد الأسري. وحابة أعرفكم إن باب الحجز مفتوح لجلسات الكوتشنج والإرشاد الأسري. فلو بتمر بأي تحديات أو مشاكل تخص بيتك أو جوزك أو ولادك أو حياتك، ونفسك نوصل سوا لحلول عملية، تقدري تحجزي مكالمتك الخاصة معايا لمدة ساعة وبسرية تامة على الرقم اللي ظاهر قدامك على الشاشة. تواصلي من خلال واتساب وتعرفي كل التفاصيل. ويلا بينا على طول مع كوباية شاي معسومة ونقول بسم الله. يا أهلا بيكم. بنوتك عندها 3 سنين، ده سن البهجة والدلع واللعب. بنتك معاكي عاملة زي حتة العروسة الصغيرة، العبي بيها زي ما انت عايزة، اتبسطي بيها قوي. السن ده مش سن تربية، السن ده سن الحب والدلع. وناخد المرحلة التانية اللي بعد كده، سن ال6 سنين. أنا بنتي عندها 6 سنين يا سومة، أبتدي أتعامل معاها إزاي؟ بنوتك لما يبقى عندها 6 سنين يعني مستعدة توعيها عن نفسها، مستعدة جدا إنك توعيها عن جسمها. بنتك وهي 6 سنين عرفيها الأماكن اللي في جسمها اللي ما ينفعش حد يلمسها، اللي ما ينفعش حد يقرب منها. علمي بنتك في ال6 سنين إزاي تدافع عن نفسها، إزاي لو حد قرب منها تجري تطلب المساعدة. لو هي في الحضانة وحد قرب منها بلمسة خافت منها، إزاي تجري للميس وتقول لها الحقيني، إزاي تجري للدادة وتقول لها الحقيني. لو راحت معاكي لأي حد من قرايبكم وبتلعب مع الولاد، استخبت عن عينك في أي لحظة، عينك تبقى على بنتك في التجمعات. اوعي تروحي عند أي حد من قرايبك وتقعدي تاخدي وتدي في الكلام وتنسي بنتك راحت فين، وما تبقيش دريانة ابنك بيلعب فين ومع مين ولا دخل شقة مين. والولد النهاردة يتخاف عليه زي البنت بالظبط. فبنتك ال6 سنين لازم تعرفيها الأماكن اللي ما ينفعش حد يشوفها ولا يلمسها، ولو أي حد قرب من الأماكن دي تيجي تقولك. مهم جدا كمان تطمني بنتك إنك لما تيجي تقوليلي ما تخافيش، أنا هجيبلك حقك. لأن البنت اللي متربية على الضرب والعنف والتخويف والعقاب بس في السن ده 6 سنين، مستحيل هتيجي تقولك،
هتبقى بتخاف منك وبتترعب منك لو حد لمسها او اتحرش بيها. عمرها ما تيجي تقولك، هتخبي. هي بتكون عارفة ان في حاجة حصلت غلط، انا تعرضت دلوقتي لموقف غلط بس انا مش عارفة اعمل ايه، وفي نفس الوقت انا خايفة اروح اقول للماما لحسن ماما هتضربني. البنت 6 سنين بتبقى في الحالة دي حرفيا. فأهم حاجة، ومن سن 3 سنين، العلاقة اللي بيني وبين بنتي مش مبنية على الخوف، مش مبنية على العقاب، مش مبنية على الضرب والعض وشدة الشعر والقرص. أنا بتعامل مع بني آدمة من لحم ودم بتحس زيك بالظبط. فأرجوكوا اتعاملوا مع أولادكوا على إنهم بني آدمين، مش كائنات أضعف وأنا ماسكة عليها سلطة إن أنا ماما، أنا أضربك وأعمل فيكي اللي أعمله وتسمعي الكلام. ما احنا بنلاقي بنات بايظة كتير، وبنات بتهرب من البيوت كتير، وبنات بتعمل علاقات مع الشباب كتير. هو انت فاكرة البنت دي كبرت باظت لوحدها؟ لا، اعرفي ان الاساس كان غلط. البنت دي متربية على العنف وعلى الخوف. عمر امها ما قالت لها كلمة حلوة، عمر امها ما قالت لها انت جميلة، عمر امها ما اهتمت بيها. البنت دي علاقتها بامها كانت قايمة على الخوف والرعب فقط. فخلي بالك العلاقة دي بتتبني بينك وبين بنتك وهي عندها 3 سنين. لا تفتكري ان 3 سنين و6 سنين هي مش فاهمة، لا هي فاهمة وفاكرة كل حاجة، وفاكرة ضربك وفاكرة إهانتك. فخلي بالك. ندخل دلوقتي على سن ال9 سنين. بنوتك 9 سنين، ابتدي اعلمها ايه؟ 9 سنين يعني اعلم بنتي الصلاة، الحياء، ازاي يتعامل مع اللي حواليا، ازاي يتعامل مع البيئة المحيطة، خاله اتعامل معاه ازاي، تيتا اتعامل معاه ازاي، عمه اتعامل معاه ازاي، الراجل الغريب بتاع السوبر ماركت اتعامل معاه ازاي، الحرام والحلال، الصح والغلط، العيب والمفروض، واللي يصح واللي ما يصحش. عند 9 سنين وماشي معانا في السكة، حافظي على جسمك، اوعى حد يقرب لك، اوعى حد يلمسك. وطبعا احنا بينا حب، لو حد قرب منك ده انا اكله بسناني. اوعى حد يضايقك، اوعى حد يقولك تعالي مش عارفه اما نطلع عند مين ولا نروح نشوف فين ولا تعالي ادخلي معايا الاوضه. خلي بالك، حافظي على نفسك وانا معاكي وجنبك وفي ظهرك. وفوق ده كله انا عينيا على بنتي. بنتي ما تروحش تلعب في شقه الجيران، خصوصا لو الشقه دي فيها ولد، خصوصا لو الشقه دي فيها راجل. ما هي جارتك دي عندها راجل، هتقولي لي دول ناس محترمه، دول ناس ومتدينه. هقولك مش عايزه اسمع صوتك، اسمعي اللي انا بقولك عليه وبس. بنتك ما تخشش عند الجيران، وخصوصا لو جارتك دي عندها ولد، ولد صغير او سن مراهقه او راجل. بنتي ما تروحش عند واحده صاحبتها لوحدها، صاحبتها عايزه تيجي اهلا وسهلا. انا عندي بنات بس احطها في عيني، عندي ولد من حق مامتها تقول لها ما تجيش هنا وما ازعلش. مامتها كمان تخاف عليها وحقها، حتى لو انا مربيه عيالي، كل واحده حره ببنتها. لكن انا بنتي ما تروحش تبات عند حد. ما عنديش انا بيات، رجلي على رجل بنتي. انا بايته بنتي تبات معايا، انا ماشيه بنتي تمشي معايا. لكن شغل امشي انت يا ماما وانا هقعد عند معرفش مين يومين، معلش. اصل انا اقعد عند، انا مش عايزه اسمي واقول يعني عشان الناس ما تزعلش مني، بس حضرتك بتسمعي الفيسبوك وبتسمعي الحوادث وبتسمعي، انتي سامعة زيي بالظبط. ها، لا تقولي خال ولا تقولي عم ولا تقولي اب. للدرجة دي يا سومة؟ انا ما اتهمتش حد،
انا بقول لحضرتك عينك على بناتك، واما بنتك تيجي تقولك فلان قرب مني يا ماما، صدقي بنتك. لما بنتك تيجي تقولك اخويا قرب مني يا ماما، صدقي بنتك وتحركي. لما بنتك تيجي تقولك خاله قرب مني يا ماما، صدقي بنتك وتحركي. لما بنتك تيجي تقولك جده قرب مني يا ماما، صدقي بنتك وتحركي. عشان الواحد بيسمع مهازل. صدقي بنتك. ده لو العلاقة مبنية على الحب. مش مبنية على الحب مش هتدري عن بنتك، والله يكون في عون بنتك واللي هيحصل في بنتك. خلي بالك، المتحرش بيلقط البنت المنبوذة من أهلها. المتحرش عنده رادارات بتلقط البنت اللي بعيدة عن أمها والعلاقة بينها وبين أمها وحشة. هتقولي لي هو بيعرف إزاي؟ هقولك بقى سبحان الله يا أختي. خلي بالك، مش هقعد أتناقش معاكي دلوقتي المتحرش بيعمل إيه ولا بيعرف إزاي. أنا أتناقش معاكي، خلي علاقتك ببنتك كويسة. صدقي بنتك اما تكوني عند حد عينك على بنتك. دخلت فين؟ تعالي هنا اقعدي جنبي، العبي قدامي. البنت عايزه تروح عند الجيران، لا، ولادي تحت باطي. اما انا ادخل عند الجيران تبقى بنتي معايا، وانا خارجه من عند الجيران بنتي في ايدي. مش سيبيها شويه، لا ما بسيبهاش شويه. البيت، وعود بنتي قاعده ببيتك بتحب بيتها، فانا موفره لها جو حلو. هي ليه بنتي بتحب تروح تقعد عند الجيران؟ عشان مامتها سايبه مساحه من الحريه، سيبها تلعب براحتها، عندها العاب، شقتهم نظيفه، الاضاءه فيها كويسه، البنت ليها مساحتها. لكن عندك شقتك مبهدله مزبله مش نظيفه، الاضاءه اي كلام، الشقه تضرب تقلب، جو الشقه كله نكد، وانت عصبيه ومش طايقه نفسك. فالبت بتهرب من البيت، عايزه تفك من البيت باي طريقه. كمان حاجه، بنتي وابني ما ينزلوش الشارع يلعبوا. ده شغل زمان، ده على ايام انا لما كنا بننزل الشارع نلعب. وما ادراكي ما الشارع، وما ادراكي ما الشارع. انت قاعده في البيت بتقزقزي لب، شغاله التلفزيون ولا حاطه التليفون في الطرحه بتكلمي معرفش مسمعين، وبنتك بتلعب في الشارع ما تعرفيش تلعب مع مين، واللي بتلعب معاه ده خدها وراح فين ولا عمل فيها ايه وانت مش دريانه. ويوم اما بنتك بتيجي تقول لك يا ماما ده فلان عمل فيا كذا، خراسي خراسي، ما تقوليش كده وهتفتحي بقك وتتكلمي خراسي. بدل ما اخد بنتي من ايدي واروح انهش لحمه، بقول لها خراسي. البنت يوصل لها رساله ايه؟ ان انا جسمي مستباح، ماما ما بتخافش عليا، ماما مش حاسه بيا، ماما ما بتصدقنيش. حافظوا على بناتكم. ندخل بعد كده للبنوته دخلت سن ال10 سنين. اعرفي ان بنتك من 9 سنين هي داخله على سن بلوغ. البنات دلوقتي بقت تبلغ في سن 9 سنوات فيما فوق. المفروض، ده المفروض يعني، ان انت بتخشي مرحله المراهقه وانت بانيه مع بنتك. وانت بانيه مع بنتك يعني ايه؟ يعني انا بدخل مرحله المراهقه وانا وبنتي اصحاب، خلاص الحمد لله المهمه تمت، وانا داخله المرحله دي مع بنتي واحنا اصلا صحاب. طب احنا يا سوما مش داخلين صحاب انا وبنتي وكان بينا ما صنع الحداد، حته عيله عندها 7 8 سنين انت معتبراها ست قدك وقدها وحاطه راسك براسها وبتكلميها بالعين والحاجب وعاملاها واحده، مش عاملاها طفله لسه بتتعلم تغلط عشان انا اعلمها. ما هي دي هتتعلم ان ما غلطتش. اما واحده بنتها تغلط بتمسكها تشقها نصين. طب المفروض تروح تغلط فين دي؟ عيله انا واقفه لها لو رمشتي هقوم ادغدغك، لو عليتي صوتك هقوم ادغدغك.
لو هقوم اكسر. فلا، دي مش علاقه ام ببنت، ده علاقه ام بعدوه. بعض البنات طالعه من بيوت تقول لك ماما دي عدوتي، والام هنا مش وحشه. يعني انا كماما مش وحشه، بس انا عندي مشاكل، عندي مشاكل من بابا وماما، فطالعه ام عندي مشاكل مع جوزي فطالعه عصبيه، عندي مشاكل معرفش مع سلفتي فمش طايقه نفسي. لكن انت كماما مش وحشه، لكن عندك اولويات تانية شافطه طاقتك، فبتيجي مع البت ما عندكيش طاقه اصبر على البت واعلمها واقول لها تعالي يا حبيبتي في يا اما تغلط. ايه ده الكوبايه وقعت منك فداكي، الطبق وقع منك فداكي، ايه ده كوبايه البيبسي اتقلبت على الركنه فداكي. طب بعد اذنك لما تقعدي تاني تاكلي اقعدي على الارض، فرشي الحته واقعدي على الترابيزه. خلي بالك يا ماما. لا، ده انا ما عنديش خلي بالك يا ماما، ده انا هطلع عينك يا ماما. فخديها مني، بنتك هتخش مرحلة المراهقة لازم تبقوا صحاب. طب أنا يا سومة فشلت في الحتة دي، أنا فشلت وأنا وبنتي داخلين مرحلة المراهقة مش صحاب. مفيش أمل يا سومة؟ لا، في أمل. اسمعي معايا، خفي على البت شوية، علشان العند اللي انت كنت رافضاه في بنتك وهي عندها 6 7 سنين اضربي في 10، اضربي العند في 10، واضربي عدم سمعان الكلام ب10، واضربي تبويق في 10، واضربي ردود عليكي في 10، واضربي البت شايفة نفسها عليا يا سومة في 10. ما هو لو انتوا صحاب كنت اقول لك اضربي في 2 في 3، لكن انتي مش صحاب، اضربي في 10. وانتي اوعي تزعلي، ده نتاج ايدك ونتاج تربيتك. الشدة ما بتربيش، العصبية ما بتربيش، الضرب ما بيربيش، انت ربيتي غلط. اشربي، وده هتشربي نتاج افعالك مش نتاج البت الصغننه اللي كان عندها 3 سنين و6 سنين و9 سنين كانت ورقه بيضه. ولادنا عاملين زي الورقه البيضه دي، شايفه الورقه البيضه دي؟ احنا بقى اللي بنعمل كده، احنا اللي بنعمل كده مع عيالنا. انا بشخبط في ورقه بنتي، عصبيه، مش طايقه نفسي، ما عندي مشكلة مع حماتي، عندي مشكلة مع أبويا، عندي مشكلة مع جوزي. ها، ماشي؟ دي علاقتي ببنتي. ايه رأيك؟ شكلها حلو؟ الصفحة شكلها حلو؟ مشوهة. في أم تانية بقى، في أم عمالة ترسم قلوب وورد وشجر. بصي شكلها حلو ازاي الصفحة دي، بصي دي، هم دول العيال. مين اللي عمل التشوه ده؟ بنتك؟ هي شوهت نفسها بتربيتك، ايدك اللي عملت كده، ده اختبارك اللي انت سقطتي فيه. رافضالي وبتعاقبيها هي اللي عارفه مين المفروض يتضرب؟ انت. المفروض بنتك تضربك انت لانك شوهتيها. وارجع اضرب بنتي واقول ما بتسمعش الكلام يا سومه، عنيده يا سومه، قليله الادب يا سومه، لسانها طويل يا سومه. تفتكري ليه؟ عشان انت ربيتيها احسن تربيه، عشان انت كنتي بتحضنيها، عشان انت كنتي بتعملي كده على شعرها، عشان انت كنتي بتطبطبي عليها، عشان انت كنتي بتدلعيها. كان عندنا درس في القراءة زمان على ايامي، من زرع حصد، من زرع حصد. اللي انت زرعتيه هتلاقيه. ام دلوقتي هتطلع تقول لي لا بقى،
لا بقى يا سوما معلش بقى، انت كلامك هنا غلطيني. انا حبيت بنتي ودلعت بنتي، طلباتها كلها مجابة، البوس والحضن والطبطبة وعمري ما عاقبتها، وعمري. الدلع الزيادة بدون ضوابط بيؤدي لنفس نتائج القسوة الزيادة. احفظيها عندك. يعني ايه؟ الدلع السايب في السايب بيبوظ. بنتي دلعها مرق وسايباها يبوظ. بنتي بترد عليا وهي نونة وتشتمني وانا اضحك بيبوظ. في حاجة اسمها الوسطية، اللي انا بدلعها لغايه اما بوظتها وكل طلباتها مجابه وببديها على نفسي واللي انت عايزاه، وتضربي اخوكي وبوقي في الناس وردي على عمه وما يهمكيش يا بت. باظت. ولا انا ماسكه لها الحزام والخرطوم والشماعه، ومجرد اما بنتك تتنفس تلاقي القلم نزل على وشها، كتماها على طول، كتماها قدام الناس وفي البيت وفي كله، تطلع بايظه. تخيلي ان بنتك دي هتبوظ اللي انت ضرباها. طب هتبوظ ازاي يا سومه؟ تطلع تعرف شباب وتكلمهم في التليفون وتخرج معاهم وتعمل علاقات، ممكن العلاقات دي توصل لعلاقات جنسيه سن مراهقه، وتبوظ خالص نتاج البيت. الموضوع خطير وما انت فاكره ايه. طب اعمل ايه يا سومه؟ الحقي بنتك من 6 سنين. 6 سنين وانا بوعيها عن نفسها وعن جسمها. الحب، الحب الوسطي، الحب الصحي، مش الحب اللي يودي في داهية، مش الحب اللي يبوظ. احبب بنتي في نفسها، والموضوع ده بيبدأ واحنا صغيرين، وبنوتك صغننه. هل تفتكري انا ما كنتش بضرب بناتي؟ بس يعني ما كنتش بضربهم قوي الصراحه عشان ما اكدبش لكن كنت بعاقبهم من الحاجات اللي بيحبوها. مثلا كان على ايامي انا الاتاري، وعلى ايام ولادي كان الاتاري، ما كانش فيه لسه بلاي ستيشن والحاجات دي، فكنت امنع عنهم الاتاري، امنع عنهم ان انا لو نازله مشوار مش هاخدك معايا، امنع عنهم المصروف. وانا بعاقب انا بعرفها انا بعاقبها ليه، مش بعاقبها عمال على بطال على مزاجي. عمري ما ضربت ولادي على وشهم، عمري ما ضربت ولادي ضرب انتقام، عمري ما عملت كده، عمري. ممكن اخبط كده وكانت تاذيهم قوي، لان احنا ما كانش فيه بينا تعامل بالايد اصلا، كان بالنظره، العقاب بالنظره، ان انا ما ابصلهاش يتجننوا، ان انا ما احضنهاش يتجننوا، ان انا ممكن اخصمها شويه يتجننوا. ده عقاب على حسب ما انت تربي بنتي في الراحه والجايه. حبيبه قلبي، ايه القمر ده؟ ايه القماله دي؟ ايه حلاوه دي؟ انا بنتي صغننه بقى 6 سنين بقى اتدلع براحتي معاها. ايه جمالك ده؟ تعالي كده. ايه الفستان وهي صغننه كده ولابسه فستان؟ ايه الفستان القمر ده؟ ايه شعرك الجميل ده؟ وامسكها من ايدها كده والففها. حد عنده البت الجميله دي؟ فبنتي تطلع ودانها مش عطشانه، بنتي تطلع التانك بتاعها مليان، مش مستنيه اسمه ايه ده تكلموا سرقه في التليفون عشان يملا لها التانك نقطتين. بنتي بقول لها بحبك في اليوم 17 مره من غير سبب. توتي بحبك، يا نانا بحبك. فبنتي تكبر مش جعانه كلمه بحبك. بنتي اسمح لها في البيت تحط مكياج خفيف عشان ما تطلعش تحطه بره عند صاحبتها وعند مامة صاحبتها، اللي مامة صاحبتها مديها حريه وهي لا، فتحب تقعد عند صاحبتها قوي لانها ايه، فتروح عند صاحبتها
صاحبتها تعمل لها استشوار، صاحبتها تعمل لها مكوى، صاحبتها تحط لها مكياج خفيف ويصوروا. ما عندهاش المساحات دي في بيتها وفي يومها، ما عندهاش المساحات دي في بيتها مع مامتها. بنتي عندها شنب، شنبها باين، وبدأت أحس إن الناس بتتنمر عليها، تعالي أعمل لك شنبك، حواجبها قفلت أو شكلها منعكش وحش، تعالي أنا عايزة بنتي تحب شكلها وتحب نفسها. هتقولي لي لا أصل البنت تحب جوهر مش المظهر. لا، بنتي هتطلع للمجتمع، بنتي بتروح المدرسة، بنتي بتمشي في الشارع، بنتي بتقابل زميلاتها، لازم مظهرها يبقى كويس وعلى قد إمكانياتي. بس بنتي ريحتها حلوة، مش برفان. لو بتقولي البرفان حرام، مش مسألة برفان خالص. بس بنتك قبل ما تنزل الدرس بتاعها، شميتي بنتك، شميتي هدومها؟ بنتك لابسة تيشيرت نظيف ولا فستان نظيف ولا ريحته عرق واتدب في الدولاب وهو ريحته عرق؟ تعالي حبيبتي، هدومك ليه ريحتها عرق؟ انتي نازلة ازاي بالتيشيرت بتاعك وريحته عرق؟ خشي زي ما علمتك. ما انا معلمة بنتي من وهي 7 8 سنين. ازاي 7 8 سنين دي ملهاش ريحه عرق؟ لا، بتبتدي. فانا عايزه اعود بنتي بدري. خشي الحمام، اغسلي تحت باطك ورقبتك وايديكي ورجليكي، ده لو الحموم كل يوم تقيل ومش قادره انت تقومي تحميها. نازله الدرس، خشي حبيبه قلبي زي ما علمتك، اغسلي تحت باطك بالصابونه ونشفي ورقبتك والحتت دي ورجليكي وانزلي زي الفل، وحطي مزيل العرق زي ما علمتك. حبيبتي نازله بالشراب بتاعك نظيف ولا ريحته وحشه؟ عشان لما تروحي للناس ما يقولوش امها منزلاها بالشراب ريحته وحشه ليه كده. غيري الشراب قبل ما تنزلي عشان ما تخشي عند الناس تبقي قشطه زي الفل. فستانك مبقع، بنطلونك مبقع، اجري غيريه، ده انا ما عندناش اكتر من الهدوم. عينيا في وسط راسي على البيت. وبنتي رايحه الدرس، انا رحت البيت اللي بنتي رايحاه، شفت الام، شفت البيت. البيت فيه رجاله، فيه شباب. لا، ده انا استنى بنتي تحت البيت، مدرس ينزل ابقى واقفه قدام الشقه، هاتي بنتي. انا يا خبر ابيض، كانت عينيا في وسط راسي على البنات، حطهم كده وحاجه جايه بيهم وديها الدرس. و... لا بس الدرس ايه؟ ابقى عارفه البيت ده صاحبته مين وعندها بنات بس. وشفت صاحبه البيت واتكلمت معاها ولقيتها ست جديده، وست مش ست سهتانه ولا ست كده شكلها اخاف على بنتي. قدري واحده تانية. اروح اجيب بنت واستناها تحت البيت، انا ورايا ايه؟ هو انا ورايا ايه غير عيالي؟ وانا جايبه العيال عشان اشوف نفسي وارمي العيال دي ما اعرفش رايحه فين وجايه منين؟ طب البيت بتخلص درس الساعه 3 ونص، الساعه بقت 4 ونص البيت لسه ما جاتش. ايه ده؟ انت كنتش فين؟ اصل حتى التليفون بكلم صاحبتي والله، والبت دي ما تعرفش الساعه دي راحت فين. يسوع مش انت بتقولي حريه؟ ادوا البنات حريه، مش هي دي الحريه؟ ما انا جايه لك في الكلام. ما تحبسوش البنات. مش التربيه ان انا احبس بنتي في البيت وما خليهاش تشوف الشارع، مش دي التربيه. لازم ادي بنتي الثقه. ما هو ايه؟ ما هي خطوه بتؤدي لخطوه، ما انا بانيه من تحت، انا بانيه من تحت. احنا طالعين صحاب، طالعين حبايب، طالعين انا اقرب واحده لبنتي، انا صاحبتها. مفيش حاجه بتحصل اللي انا عارفاها عن بنتي، وبنتي هي اللي بتيجي تحكيها لي. ليه؟ عشان انا رميت الاساس صح. لكن الاساس في ستات تيجي تقول لي ايه؟ وولادي صغيرين يا سوما، انا ما كنتش موجوده مع ولادي، انا كنت ملهيه في الراجل، طول النهار خناق وطول النهار عناد وطول ما كنتش دريانه بالعيال. والنتيجه كانت ايه؟ بنتي انا مش عارفه عنها حاجه، بنتي بتبوق فيا، بنتي ما بتسمعش كلامي. انا بنتي كل يوم امسكها اضربها. انت بتعاقبيها على ايه؟ على انك كنت مشغوله؟ بتعاقبوا العيال على ايه؟ على تقصيركم انتوا. يعني بدل ما بتضربي نفسك بتروحي تضربي بنتك، رغم انه مش ذنبها، مش تقصيرها هي، ده تقصيرك انت. تضربيها ليه؟ البت دي انت ما خدتهاش في حضنك. البت دي
انت ما خدتيهاش في حضنك. ده انت ما تعرفيش بنتك بلغت امتى. يا شيخة ما تخلينيش اتفتح فيكي. ده انت ما تعرفيش بنتك بلغت امتى. واخده بالك انت؟ كنت محضره بنتك لمرحله البلوغ، انك يا بنتي راقبي نفسك اما يحصل كذا، وتخشي الحمام تلاقي كذا، تيجي تقولي لي. واما تيجي بنتي تقول لي ما اتكسفش واتدارى من بنتي واهرب بعناية. طب روحي 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 دلوقتي روحي، واكلم خالتها تيجي تكلمها، واكلم ستها تيجي تكلمها. كبرنا ما شاء الله ما شاء الله. لا ده انا هاخدك النهارده افسحك، واجيب لك توكه جديده واعمل لك شعرك ده احنا كبرنا بقى. فالبنت يرتبط في ذهنها ان يوم البلوغ ده كان يوم ظريف، مش يوم انا كنت خايفه ومرعوبه مش عارفه اقول لمين. انا مش عارفه اقول لمين يا طنط سومه. انا سالت صاحبتي وقالت لي. انا رحت لمامة صاحبتي وهي اللي قالت لي اتشطف ازاي واجيب اولوز منين واطهر ازاي وبطهر ليه وبطهر امتى. ما هو البلوغ ده مش مش نقطة دم وخلاص، ده رحلة من التغيرات النفسية والجسمية لبنتك. بنتك بتبقى عروسة محتاجة بقى نظام مختلف، محتاجة تشوفي جسم بنتك. بنتك محتاجة تلبس برا. البراهات أنواع، ما تسيبش بنتي للتنمر عليها واللي يقول لها. مش عايزة أقول الستات اللي من جيلي هيعرفوا احنا كان بيتم التنمر علينا ازاي في الوقت ده، لان امهاتنا كانوا بعيدة عننا، احنا ما كانش عندنا حد يوعينا. فمرينا يعني مرينا بحاجات سيئة جدا جدا. بعض البنات مش كلنا، في بنات كان عندها امهات لذيذة وظريفة وجميلة ومحضرة وبناتها ومبلغاهم هيعملوا ايه ويسووا ايه. في بنات تانية ما حصلش. المرحلة دي ان بنتك تيجي تقولك يا ماما، دي ليها تأسيس. البنت اللي علاقتها بأمها وحشة مستحيل البنت دي تجري على ماما تقول لها، هي خايفة، هي حاسة ان في حاجة حصلت بس انا مش عارفة اقول لمين. مش اللي هو اول حاجة ماما. طب ماما بقى تستقبلني ازاي؟ طب روحي دلوقتي انا مشغولة بنبقى نقعد بالليل. طب روحي لا تعالي روح قلبي انت كبرتي بقيتي عروسة ما شاء الله عليكي ما شاء الله. طب بنتي بلغت، عارفة يعني ايه بنتك بلغت؟ حضرتك قبل ما بيجيلك الدورة الشهرية أو البيريود بتبقي عاملة إزاي؟ ببقى نفسيتي وحشة وبحس إن أنا مخنوقة وبحس إن أنا مش طايقة نفسي ولا طايقة كلمة، حتى جوزي ما بقاش طايقاه الأيام دي. بنتك زيك، دي حتة عيلة يا سومة، حتة عيلة، دي بني آدمة آنسة زيك بالظبط، عندها نفس تخيلي، بتحس زيك وعندها نفسية زيك وبتكتئب زيك وهرموناتها بتتغير زيك. فتيجي قبل البيريود بكام يوم بنتك هتبقى مخنوقه، خلقها ضيق، مش طايقه نفسها. هتشيليها الكام يوم دول زي ما هم كانوا بيشيلوكي وانت بتتنططي عشان مش طايقه نفسك عشان البريود قربت. هتشيلي بنتك، هتعذريها ولا تمسكيها كل ما تقول لك اوف تقومي تكسري دماغها؟ تعرفي بنتك البريود بتاعها بتجيلها كام في الشهر؟ الدوره الشهريه بتاعت بنتك بتجيلها يوم ايه؟ معرفش، انا مش دريانه عن بنتي. طب عرفتي بنتك ازاي تطهر من الدورة الشهرية بعد 7 ايام او 4 ايام او 5 ايام؟ معرفش. امال بنتك لما بتخش الحمام وهي عليها الدورة الشهرية حضرتك بتبقي فين؟ قاعدة بره بعمل الاكل اتفرج على التلفزيون. طب بنتك بتغير ازاي؟ بتتشطف ازاي وهي ايام الحيض؟ بترمي الفوطة بتاعتها فين؟ في عين الحمام
ولا انت معرفاها ان يا روح قلبي ما تخشي الحمام تبقي واخده معاكي كيسه سمراء تغيري الفوطه ازاي وتحطيها وتلفيها في الكيس ازاي وتصبني ايدك ازاي وتصبني الحنفيه ازاي وتشدي السيفون وتطلعي ترميها في الزباله وتخشي تصبني ايدك تاني. في خطوات كتيره وما بتقولهاش بقاقي، ده انت بتجيبي فوطه صحيه وتجيبي البنتي بتاعها وتقولي لها ازاي بتلبسها وازاي تفردها وازاي تشيلها وازاي تلفها وازاي تتخلص منها. تدي نفسك كام من 10 في الليله دي؟ 0 من 10؟ 5 من 10؟ حاسبوا نفسكم. بدل ما بتقومي تتجبري على بنتك وتجيبيها من شعرها وتحطيها تحت رجليكي، حاسبي نفسك انت قصرتي مع البنت دي ازاي؟ قصرتي ولا ما قصرتيش؟ مكسوفه من نفسك ولا مش مكسوفه؟ كنت تتمني ماما تعمل معايا كده؟ ما هي امي عملت معايا كده يا سومه، فبتنتقمي. برافو عليكي، انت بتنتقمي من امك في بنتك. اخص عليكي. خلونا نخلص الحته دي وندخل من وبنتي صغننه. الانتقاد. خفي. عندك مشاكل نفسيه، روحي اتعالجي. عصبيه، روحي اتعالجي. ما بتقدريش تتحكمي في اعصابك، روحي اتعالجي. لكن ما تطلعيش في البيت الغل اللي جواكي. غلك ده ليه برشام. هتهدي ما تاخدي البرشام. لكن ما اقعدش، اصل في ستات اما تتضايق، انت شكلك عامل، انت شكلك وحش، شكلك عامل كده ليه؟ طلع الغل والعصبيه اللي جواها في العيال، فالبت طالعه كارهه نفسها. انا وحشه، انا مش مقبوله، انا شكلي وحش، المفروض اتدارى واتكلفت، فالبت تطلع عامله كده. السبب انت. بطلي انتقاد على كل كبيره وصغيره. ما تركز، عارفه انت مركزه ليه؟ عشان فاضيه. عارفه لو انت مشغوله وبتحبي نفسك وشغاله على نفسك مش هتبقي مركزه مع البت قوي. ما انت لسه بتقولي ركزي مع العيال. طب اقول لك ايه؟ هو انت يوم ما تركزي مع البت تكرهيها في نفسها، ما ينفعش تركزي معاها بالشقلوب؟ تركزي معاها بالحب. حبيبه قلبي، بحبك، صباح الفل، تعالى ما اسرح لك شعرك، اعمل لك ضفيره، الشعر الجميل ده، الريحه الحلوه، انت لسه مستحميه؟ الله اكبر عليك وعلى نظافتك وجمالك. هي البت الجميله دي بنتي؟ هو انا جبت للدنيا البت القمر دي؟ الله اكبر. ده ما فيش واحده جايبه عيلتي، ده ما فيش واحده جايبه بنتي وجمال بنتي حلاوه بنتي. بناتك شبعانين من الكلام ده ولا لا؟ ما بيسمعوش. هحكي لكم حاجه صغننه كده. وانا صغيره كنت بتمنى، كان ليا واحده صاحبتي الجيران اللي قدامنا، كنت بتمنى ام صاحبتي تبقى امي. قاسيه قوي. اما بنتك تقعد كده بينها وبين نفسها، يا بخت صاحبتي على مامتها. هو انا ليه ما عنديش ام زي ام صاحبتي؟ حلفت ساعتها ان انا لو جبت عيال وجبت بنات لخلي اصحابهم يقولوا يا بختك يا اسراء انت ومي بماما. وحصل وكان. الله اكبر، الله اكبر يا رب. بص عشان كنت صادقه، بيجيلي في التعليقات بنات وسيدات، ستات، ستات كبيره ممكن تكون قدي، وانا بفرح قوي بده. يا ريتك كنتش ماما، يا بخت اسراء ومي بيكي. يا كرمك عليا يا رب، يا كرمك عليا وحبك ليا، ان ربنا يوفقني ويعيني ويخليني احقق اللي كنت بتمناه. وانك يا رب مش بس اصحاب ولادي، ده ناس لا يعرفوني ولا اعرفهم، بيتفرجوا عليا في الفيديوهات،
فيقولوا لي يا بخت اسراء ومي بيكي يا ماما، انا كان نفسي ماما تبقى زيك يا طنط سومه. طنط سومه ما عملتش المعجزه، والله انا ما صنعت المعجزه، انا اتعاملت برحمه مع ولادي، انا رحمتهم، عاملتهم كبني ادمين، مش ملكيه خاصه. ربنا اداني عيلتين وجبرني عليهم وبقيت قاعده على انفاسهم، كل ما اكسر انفهم اقول لهم بر، وانا هضربك هتضربيني؟ اه هتضربك. لما بنتك تبقى مراهقه وطولك وتمدي ايديكي عليها، البنت دي تلقائيا هتدافع عن نفسها. انت تعالي كواحده كبيره، واحده تيجي تمد ايديها عليكي هتقبليها؟ طب الالم اللي انت بتديه لبنتك على وشها ده، انت تتحمليه لو نزل على وشك؟ الحزام اللي بتجريه وتجلديها زي العبيد، لو الحزام ده نزل على جسمك هتقبليه؟ هتتحمليه؟ الله في سماه لو جوزك عملها فيكي تفضلي طول العمر شايلها له جوه نفسك. ما هي بنتك بني ادمه هتفضل شايلها لك جوه نفسها طول العمر، هي مش بني ادمه زيك. هي بنتك دي انت ايه يعني؟ هي مصنوعه من بلاستيك ولا من لحم ودم زي ما انت مصنوعه من لحم ودم؟ ليه بتتعاملوا مع اولادكم على انهم مش بني ادمين هيكبروا هيبقوا بني ادمين ويشيلوا ذكراكي؟ ماما ربنا يخليكي، الله يرحمك يا ماما، اهو دي اللي انا دي اللي انا عشت عشانها. الله يرحمك يا ماما، كنت جميله قوي، كنت حنينه قوي يا ماما. مش ماما؟ الله يسامحها. انا مش مسامحاها لا دنيا ولا اخره، مش مسامحاها، والله ما مسامحاها، ولا ليها عندي رحمه في حياتها ولا في مماتها. تختاري انهي واحده؟ مش بقول لكم انا احسن واحده ممكن تتكلم في الموضوع ده؟ مش قلت لكم في اول الفيديو اعتبريني صوت بنتك؟ قومي دلوقتي انت وهي نادي بنتك، غلطتي فيكي حقك عليا انا اسفه، تعالي لو بنتي صغيره اقعدي هنا، جمالتي حلاوتي سكالتي، ودلع وهشتك وضحك وخلي بنتي تكركر، كانتش تكركر على حياة عيني وبين ايديا وفي بيت ابوها وامها. اسيبها لمين يضحكها ومين يعيطها؟ ده يا عالم جوزها اللي هياخدها ده. على قد ما نقدر بنختار زوج صالح، قول وفعل. قدري ربنا ايه؟ يضحكوا امتى؟ انتوا مش عارفين يعني ايه ام، انتوا مش مقدرين تقريبا من كتر العيال اللي بتجيبوها بقى العيل ده كده يعني كده اهو مرمي جوه. ما ينفعش نتعامل مع اولادنا بالشكل ده. يا رب عندي 6 عيال، طاقتك النفسيه والصحيه والجسديه مش جايبه انك تشبعي كل عيل منهم حب وحنيه ودلع وطبطبه. ما تجيبيش 6، ما تجيبيش 5 وانت مش دريانه عن ال5، وانت طاقتك النفسيه مش قادره تشيل 5، انت نازله دق فيهم ال5 ومش عارفه هما بيعملوا ببعض ايه. البيوت فيها حواديت، البيوت فيها حواديت، ما كانش عينك في وسط راسك بيتك ده يعني في حواديت لو انت مش عينيكي في وسط راسك. مش عارفه انتوا فاهمين كلامي ولا مش فاهمين؟ الموضوع كبير، والبنت تكبر عمرها ما تنسى، عمرها لغايه اما تموت ما تنسى. فبطلي تنتقدي ولادك طول الوقت، حطي على الميزان كده بنتقد ولادي قد ايه وبحب فيهم ودلعهم قد ايه. لو طبت كفة الانتقاد الحقي نفسك، عوضي.
الحق ينفع دلوقتي، ينفع. بنتك المراهقه اللي واقفه في وشك، تعالي اقعدي جنبي هنا. انا اسفه يا بنتي، البيت هتستغربك. ازاي الجبروت بيقول لي انا اسف. هتتخض. حقك عليا، ما تزعليش مني، اديني فرصه تاني اصلح اللي انا عملته معاكي. هتلاقي البنت عيطت. خديها بالعافيه في حضنك، هتقاومك في الاول. ما هي مش واخده على التلامس، انت ما عودتيهاش، دي مش لغه. انت لا لغه حبك كنت بتسمعي كلام حلو ولا في تلامس. انت كنت قاعده تزعقي تضربي تدعي عليهم. شديها بالعافيه، خليني احضنك. لو رفضت اول مره حقها، تاني يوم حقك عليا، انا عارفه اني غلطت في حقك، سامحيني، ما تزعليش مني، اديني فرصه. انا كنت مشغوله عنك، كان عندي مشاكل كتيره قوي. اسمعيني، تعالي اقعدي معايا، بعيدي عني براحتك. تالت يوم، رابع يوم، خامس يوم، انزل اجيب لها هديه واطلع وكاتبه لها كارت. حقك عليا، ما تزعليش. هديه محطوطه ببوكس، توكه، اي حاجه اراضي، طرحه، قلم روج، مكياج بيت ابوكي، والبسي وفردي شعر، واجيب لك استشوار، واجيب لك مكوى، واجيب لك البراون، واجيب لك المكياج، وعيشي حياتك في بيت ابوكي. عيشي وانبسطي وتنططي واضحكي والبسي والعبي. يا عالم يا بنتي الزمن شايل لك ايه، كل خير يا رب. يا عالم الزمن شايل لك ايه، واما احنا نمشي من على وش الدنيا مين هيبقى حنين عليكي؟ انبسطي بيت ابوكي، بسي وكلي وافتحي بالتوازن، مش اللي هو لا انا ببقى ميزان، وقت ما بتغلط اشدها. بس صدقيني انت وبنتك لما بتبقوا صحاب الغلطات بتقل، لانها بترجع لك في كل حاجه. ماما انا اعمل كذا، ماما تعالي معايا، ماما. فمساحه الغلطات بتبقى قليله، لان طول النهار بتضحكوا وتهزروا وتلعبوا وقاعده جنبهم وهم بيذاكروا، بتطبطبي عليهم، حضن بوسه دلع، بتخش اوضتها براحتك، عيشي حياتك في جو كاننا اخوات. مفيش حاكم ومحكوم، في كلنا اخوات. انت بني ادمه وانا بني ادمه، انت عندك احساس وانا عندي احساس، انت هتقفي قدام ربنا وانا هقف قدام ربنا اتحاسب زيك بالظبط. مانيش احسن منك في حاجه عشان انا جايباكي من بطني يبقى انا بقى ايه تعبديني. لا، مش عشان انا مخلفاك، ده القطط والكلاب في الشارع بيخلفوا ويولدوا، انت ما عملتيش معجزه. انت ما انجزتيش انك ولدتي عيل. يقول لك ايه، الام اللي ربت مش الام اللي خلفت. حقيقي، الام اللي راعت وحبت مش الام اللي خلفت وكانت عقاب لبنتها في الدنيا. هكلمك في نقطه اخيره، وهي الخصام. للامانه انا كنت بعاقب ولادي بالخصام، ويوم ما كنت حبايبي حبايب قلب ماما، هم صغننين، اقول لها انا خصمك شكلي يتنططوا، لا يا ماما لا. متخيله ان انا اقول لها خصمك انت واختك يا مي يتنططوا؟ بالنسبه لهم الخصام ده مصيبه. وانا عرفت انه غلط، يعني لما كبرت عرفت ان الخصام غلط، ما كانش المفروض، بس على قد علمي وعلى قد وعي. هقول لك بقى عن النقطه اللي انا تجنبتها واما عرفت لحقتها. خصمتي بنتك الليل ما يعديش عليكي وانت مخصماه، خصميها ساعه اتنين تلاته، بس تناموا وانتم متراضيين. طب اراضيها ازاي بقى يا سومه؟ بقى اكسر نفسي؟ اه. اكسر نفسي قدام بنتي؟ اه. لو تعرفي المقابل، ما اسمهاش كسره، اسمها ان احنا بنحب بعض. مش هين عليا اقعد يومين مخصمك يا بنت الايه، بحبك، تعالي قبل ما انام انا بعمل كده. انا ولادي، اصل انا بني ادمه. بزعق، صوتي عالي، عصبيه، بس الغالب على حياه سومه الحنيه والدلع والحب والدعم والوقفه
الطبطبة والبوس والحضن والهدايا. ما هو أنا محروم أصلي من الحاجات دي، اتحرمت منها كلها، فاديتها قوي واديتها بميزان، اديتها بميزان. مش بقول لكم ربنا بيعوض بشكل ما؟ كنت بقول لكم ايه؟ بزعل انا ومي قبل ما انام. مي كده بنفس النبره، من زعلانه. مي، نعم، تعالي اقعدي جنبي هنا. مش هتيجي. ينفع اللي حصل النهارده ده؟ يرضي ربنا اللي حصل؟ براجعها، يرضي ربنا اللي حصل ده؟ ما هو يا ماما انت لا، خلي بالك واظبطش معايا بالكلام. انا برضو خلي بالك بقى، بتعصب. اظبطش معايا، ده حصل كذا وكذا وكذا. يرضي ربنا الطريقه، الاسلوب؟ ندخل في عتاب. طب ايه الدنيا؟ ممكن بعد اذنك اللي حصل ده ما يتكررش تاني؟ احنا اصحاب وحبايب، فخلي العلاقه حلوه عشان احنا مطولين مع بعض شويه. خلاص خلاص، هاتي بوسه. وراح مزغزغيها. خلص الحوار. ممكن اديها مساحتها، هي مقموصه، عشان انا مثلا اتعصبت عليها شويه، جيت عليها بزياده، فلسه مقموصه، اديها مساحتها. مش انا يا بنتي يا بنتي يعني انا بصالحك وببوسك وبحضنك وانت برضو، لا، اديها المساحه. قامت خلاص يا مي، حبايب واصحاب، هي بقى مقموصه ان شاء الله. سيبها تدخل اوضتها، مش فوق دماغها، بني ادمه. انت نفسيتك بتتراضي بسرعه، هي نفسيتها محتاجه وقت. انت بتعامليها على انها عبده ليه؟ انت مش شارياها، ده وهبه من ربنا، هبه ربنا وهبها لك. بس بعض الآباء والأمهات لا يستحقوا الهبة دي حقيقي، والله العظيم. أبقى شايفة الواد من دول قمر والبت قمر، وماشيين مع أبوهم وأمهم مبهدلين ولابسين شباشب مش عارفة عاملة إزاي، وتسكع الواد على وشه وتشد البت من شعرها وتجر الواد أنا بتدخل، مع إن ده غلط. بروح أمسك، ما تضربيش البت. تضربيها كده ليه؟ عملت إيه؟ عيلة عندها 3 4 سنين، أنت بتضربيها ليه كده؟ بحس ان انا بتضرب، بحس ان انا اللي بتضرب. فادي البت مساحتها لتاني يوم، خلاص اتعاملي عادي. مش كل شويه بقى نقر بقى وعتاب قلة الادب يا ام صوت عالي، لا. قومي الصبح بقى، يلا يا مي شوفي كده هنفطر ايه، ولا واخدها حلوانه في سلوانه ونتكلم. لكن ما تخليش الخصام يطول يومين وثلاثه واربعه. اسمعي كلامي، خلصيه وعاتبي. طب غلطتي، اعتذري. انا ماما برضو اللي انت مش اله، انت مش اله. وبنتك دي ممكن تطلع على الدنيا بتفهم عنك، وذوقها احلى من ذوقك، اقول لك تربيتها احلى من تربيتك. ومتعلمه احسن من تعليمك، ومتثقفه احسن منك. هتقولي ما هو كله بفضلي. النبي تقعدي ساكته، والنبي لا تسكتي. اختك دي علمت نفسها بنفسها كل حاجه من الالف للياء. ساعات الدنيا هي اللي بتعلم العيال، مش انتوا. ساعات الدنيا اما العيل يترمي ويسقط من نظر ابوه وامه، ويوقعوه من الحسبه، ويهنوه ويضربوه ويعذبوه ويقلوا منه، وبيترمي لحضن الدنيا. الدنيا هي اللي بتبقى ابوه وامه، الدنيا بتبقى مدرسته، بس بيتعلم بالطريقه الاصعب. ما تعلمش جوه حضن ابوه وامه، اتعلم في حضن الدنيا. وما ادراكي بعلام الدنيا. ما تمناش ان ام ترمي عيلها للدنيا عشان الدنيا تعلمه. ما تمنهاش، ما تمنهاش لعيل. ارحموا عشان ترحموا.
ارحموا ولادكم عشان ربنا يرحمكم. مش عايزة أطول عليكم أكتر من كده. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. كلمة السر النهاردة: ارحموا ترحموا. ارحموا. قلت لكم قبل كده اهتموا بالحاجات اللي هناخدها معانا واحنا ماشيين. ايه الحاجات اللي هتاخديها وانت ماشيه؟ ولد صالح يدعو له. الولد الصالح اللي يدعو له ليه مواصفات. ممكن يكون ولد صالح واتعمل فيه اللي اتعمل ويقول الله يرحمك يا امي، مسامحك لوجه الله، بس انت سايبه في جوفه مراره. سايبه في جوفه مراره. بيقول سامحتك، وعلى قد دماغها ولا قد علمها ولا قد اللي شافته، بس سايبه في قلبه مراره وفي جوفه مراره. يا عالم المراره دي هيطلعها على عياله، ولا ربنا هيبقى لطيف بيه ويطلع لعياله حب ويعوضهم اللي هو ما شافوش. فانت امتدادك العيل او العيله ده. انا عايزه العيل ده يدعي لنا ويبقى ولد صالح فعلا، نافع للمجتمع ونافع لنفسه، واما يربي عيل يربي اللي اتربى عليه. هو بقى اما يربي عيل: ماما كانت بتعاملني ازاي، اعامل ولادي كده، شبعان مش جعان، ما عندوش مشاكل نفسيه. الموضوع ده ممكن اقول فيه كتير قوي قوي، بس كفايه اللي انا قلته ده. ولو عايزين جزء تاني نعمل جزء تاني. خلي بالكم التربيه انا لسه ما قلتش حاجه يعني، لسه ما قلتش يعني. الموضوع قدامي كبير قوي، ولسه في جوانب كتيره قوي انا ما ناقشتهاش ولا اتكلمت فيها. ده انا خدت القشره، الاساسيات، رميت معاكي الاساس. فاتمنى الفيديو ده يكون مفيد ليكم. وكلمه السر زي ما بقول لكم: ارحموا ترحموا. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك، وتسيبوا لي دعوه حلوه ليا والاسراء ومي. واشوفكم على الف خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.